السلام عليكم. لو شقتك في الاسكان الاجتماعي او مدهونه قبل كده وانت حابب تجددها، فتعال اقول لك على شويه حاجات هتخلي شغلك ممتاز. دي الشقه ودي الحوائط بتاعتها كانت قويه ومش محتاجه تنزيل. اول حاجه لازم نفك الشاسات عشان ندهن تحتها، كمان لو حبيت تصينها بعد كده ما تطلعش بالدهان. تاني حاجه بقى ودي مهمه، لو في سبوتات لازم تكون راكبه، هنلفها بكيس شفاف علشان نحافظ عليها وفي نفس الوقت تنور لنا. ما تقوليش يا صديقي احنا ممكن نركبها بعد الفينش، هو ده رأي ناس كتير بس انت هتشوف بنفسك ان هو غلط. هنحط شوية أديبوند على السيلر قبل المعجون، بيشد الحوائط وبيوفر في المعجون. عرفت ليه لازم إضاءة؟ علشان نصنفر عليها، كده بيظهر لك كل عيوب الحوائط وتقدر تعالجها في الأول. ويا ريت الصنفرة تكون بصنفرة دوكو. لسه مش مقتنع؟ طيب بص كده، أهو ده بقى هيكون فرق الإضاءة لو الإضاءة مش راكبة وركبت بعد الفينش. لازم بقى الحوائط تنضف كويس بعد الصنفرة عشان شغلك ما يبص. آخر حاجة وأهم حاجة، النظافة. ودي مش رفاهية على فكرة، ده بيكون شكل الحوائط بتاعتنا لو مشينا بنفس الخطوات. لو ليك حد بيشطب شقته ما نشيله بسرعة، خليه يستفيد. سلام.